العيد على الابواب وما يحلاش العيد الا بالقراقيش الساده واللي بعجوه. وعشان تعرفوا كل اسرارها لازم تكملوا الفيديو ده لاخر لحظه، هنعلمكم التكات والتريكات بحيث تطلع هشه ومقرمشه. وكل سنه وانت طيب. ويلا نوريكم الطريقه بسرعه جدا. بسرعه يلا. هلو. معنا ربع كوبايه ميه. ايه بقى ميه ايه؟ من بصي كوبايه ايه؟ صلى على النبي صلى على النبي. انا النهارده انا على فعشان ما نشتبكش بص. ماشي. ربع كوبايه ميه دافيه وكيس خميره فوريه. معلقه سكر بقى نزودها كده، نركنها بقى ايه تتفاعل مع نفسها. معلقه شمر وينسون، معلقتين كبار كده. يبقى معلقه شمر كبيره ومعلقه ينسون كبيره. هاخد منه شويه للعجوه يا غبي. دول معلقتين وبعد ما ده انا دول 10 معالق. بصوا مال الطاسه بصوا. انا قلت معلقه كبيره، معلقه مهرمه. لا مش معلقه، دول مش يا جماعه معلقتين مهرمين شمر ومعلقتين مهرمين ينسون. أيوة. والوحده المعياريه بتاعت ماما ما تمشوش بيها تاني. ومعانا كمان معلقتين كبار سمسم. هو احنا هنعمل ايه؟ هنديهم تحميصه خفيفه كده على النار. اول حاجه نخرج الرطوبه، تاني حاجه نطلع ايه؟ ريح. الروايح. يعني من الاخر اول ما يبداوا يطلعوا الزيوت والعطريه بتاعتهم هنطفي على طول. كم هي اول ما يوصل لدرجه اللون البسيطه جدا دي اللي هو تقريبا ما خدش غير دقيقتين على النار هنطفي عليه. وهتشموا ريحه بقى ايه مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. ريحه انتعاش. معانا كيلو دقيق هننخله. طب يعني انت بتعملي الاثنين؟ لا ما هو انت هتعجب بقى. خلاص لا اعملي. خلاص كمل يلا. لا خلاص. لا تخصص عالي. بس انا عجان. العجان ب 8000 جنيه، ماما بتديني 1000 جنيه وبعجن لها كل حاجه. الصراحه مش بتديني حاجه. او ممكن نديهولكم برضه. وفي ايه يا ماما؟ عجن هنا عجن هنا. ايه اهم حاجه يبقى دقيق متعدد استخدام. فاخر من الاخر. هنحط اللي بعده. انت كنت شغال في فرن. هناخد تلتين الكميه. تلتين كميه السمسم والشمر. هننزل بمعلقتين لبن بودره. قلب بايدي. ايوه. ريحه الخبيز والعجن في البيوت دي ريحه بركه. 300 جرام زبده على سمنه. دفيناها شويه عشان نطلع منها الرطوبه. طبعا احنا مدينكم اوزان تمشوا عليها بالظبط. بس الحاجه اللي طبعا مش اوزان هي اللي بالمعلقه. اليانسون والشمر والسمسم. كل ما بيزيدوا صدقوني بتبقى جميله جدا. لازم تبسوا العجين. وفي الخطوه دي ما تتعبوش يا جماعه عشان هي خطوه طويله شويه. كده الخميره بتاعتنا اتفعلت بقى 100 هننزل بقى بيها بالخميره. معانا بقى نص كوبايه ميه، هننزل سنه بالتدريج. ودي بتبقى على حسب نوع كل دقيق، فاحنا مش هنقدر نقول لكم حطوها قد ايه بالظبط، بس في الاخر هنوريكم القوام اللي احنا محتاجينه بالظبط. وبعد ما لمت بالشكل التحفه ده هنغطيها ونسيبها ترتاح 10 دقايق. 350 جرام عجوه. هنبدا ننزل عليهم بشويه شمر وينسون وسمسم بحوالي معلقتين وسط كده. معانا كيس بلاستيك هندهنه من جوه دهنه زيت خفيفه. ونبدا ناخد حوالي تلت العجوه كده ولا حاجه، ونعملها بهذا شكل صباع الطرب. صباع الكفته. ونحطها في اخر الكيس كده، ونبدا بالنشابه. امك ثم امك. حاولوا ما تخلوش حته تخينه وحته رفيعه. ومقطعين هذا الكيس بهذا الشكل كده على جنب كده. هناخد حته بقى من العجين كده هنفردها على شكل مربع. طبعا هو كل اللي عدى على العجين حوالي 10 دقايق بس، ما بنسيبوش يتخمر. هنجيب العجوه بتاعتنا ونقسمها 2 بالطول كده، وناخد نص كده ونحطه بهذا الشكل الجميل. هنقص الحرف من جنب العجوه كده من الناحيه اللي فيها تمر، ونتني كده ونقص الزياده برضو كده. بعد ما فردناها شويه كده ضغطنا عليها نبتدي نقطع بقى بالطول. الصاجل جامد. الرص بقى رقشنا، بس نبعد بعيد عن بعض عشان هما لسه هينفخوا سيكه. شكلها متساوي كده وفخمه، فاهمين؟ هنبدا نعمل الساده بقى، وانا من محبين الساده. مين مش محبينها؟ انا الصراحه بحب الساده اكتر من وانا بحب الساده، بس برضو لازم نعمل ده ولازم نعمل ده. يعني الاذواق بقى. برضو هندي نفس الفرده للعجينه. نسوي الاطراف مربعه بقى. ودي كوره كده بواقي العجينه. هنعملها قرصه بقى صغننه. هنتفنن في شكلها. طب افرضي انا عاوز اعملها وش. لا انا عايزه قرصه. طبعا هاخد منها واعمل لها وش. بصوا هي دي الكميه بتاعه كيلو دي. نسيبه حوالي ساعة أو نص ساعة لو الجو دافي، وبعد كده على الفرن على طول. درجة حرارة 200 لغاية ما ياخد لون بقى، في الرف الأوسط لغاية ما ياخد لون. وفرن ساخن مسبقا. يلا بينا. طلعناها من الفرن وهي ما شاء الله بهذا اللون الفخم. والريحة الفخمة بقى، يعني مش عايزة أقول لكم الريحة قلب البيت كله. زمان الجيران هيعرفوا الفيديو ده اتعمل إمتى. أيوه كوباية شاي شوب شاي بلبن. قعدت قد إيه في الفرن يا ماما تقريبا؟ الصينية قعدت حوالي ربع ساعة. حوالي ربع ساعة بالظبط. بس خلي بالكم الفرن كل ما بتسخن هي بتقعد
تقعد فتره اقل. يعني المهم انها تبقى باللون التحفه ده. شايفين وشي طلع؟ بصوا احنا الصراحه دقناها من زمان قوي، كتير قوي قوي قوي، فاحنا مش هندوق تاني. لا، واللي انتوا ما تعرفوش ان احنا دقنا دلوقتي بس قبل الكاميرا، كل ما تطلع حاجه كده نقعد ندوق سوا. احنا هنخليهم للعيد، لاول يوم العيد، عشان كده الوقت دي شاي بلبن بقى وكل سنه وانتم طيبين. قولي التكات الوحشه اللي الناس بتعملها فيها تخليها وحشه جدا. اول حاجه بيحط سكر، حتى في الفران على فكره، حتى لما كنا نجيبه في الفرن ونلاقي السكر زياده قوي، انا ما بحبش طعمه. بالعكس ده احنا نسينا خطوه تقريبا، نحط حوالي معلقه ملح صغيره كده. نسينا نحط معلقه ملح، فما بس ده ما تحطوش غيرش يعني لا هو ما غيرش، بس ما تحطوش سكر. دي بلاش طعمها وحش السكر جدا. الكتير ده بصراحه. تاني حاجه ايه بيخليها ناشفه اكتر من كده ومش هشه؟ اول حاجه ان احنا نعجن العجينه كتير. تاني حاجه ان احنا نحط سمنه او ماده دهنيه قليله شويه. بصوا امشوا بالخطوات اللي احنا عملناها بالظبط. حابين تحطوا معلقه ملح حطوا، مش حابين ما تحطوش، بس ما تحطوش سكر، وان شاء الله هتطلع معاكم تحفه. ان شاء الله الكميه دي هتطلع معاكم حوالي 1.5 كيلو او 2 كيلو. في حاجه كمان، احنا بنحب القراقيش، هي اسمها قراقيش. مش لازم تبقى ناعمه ودايبه عشان تبقى خفيفه شويه بالظبط. فاحنا بنحب نحط الماده الدهنيه اقل سنه بحيث ان هي يبقى قوامها حلو. فجربوها بالطريقه دي مش هتندموا خالص باذن الله ابدا. هتعجبكم جدا، ودمتم سالمين وعيد سعيد والى اللقاء. كل سنه وانتم طيبين.